السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم، على اليوتيوب أو الفيسبوك أو حتى التيك توك. النهاردة إن شاء الله معانا بيس 6 باتش 2024-2025. إن شاء الله في شرح النهاردة هنشوف طريقة التسطيب أو تشغيل اللعبة، وبعد كده هنشوف الأطقم، وبعد كده الأوجه، وأخيرا هنختم بالجيم بلاي. أول حاجة معانا طريقة التسطيب أو تشغيل اللعبة. ملف مضغوط بعد ما بتنزله كليك يمين عند الزرار، بنختار اكستراكت هير أو حتى استخراج هنا. هيقول لي انتر باسورد، هروح 2 كليك كده على الملف المضغوط، هلاقي هنا باسورد فك الضغط، كليك يمين كوبي او نسخ. هرجع تاني للملف المضغوط، انتر باسورد، كليك يمين بسط او لصق على حسب لغة الجهاز وعلى حسب لغة الونرار، وبعد كده اوكي او موافق. نستمر لحظات لحد ما يخلص معانا فك الضغط. هنوقف بس الفيديو وارجع لكم ان شاء الله لما يكون خلاص بيخلص فك الضغط. كده يا شباب زي ما انتم شايفين خلاص يعتبر خلص فك الضغط. الخطوة اللي بعد كده يا شباب بعد فك الضغط مباشرة، أول حاجة نكبر الأيقونات كده عشان نشوف مع بعض. هنلاقي هنا فولدر اسمه انقل المجلد اللي جوه هنا إلى المستندات، شارح نفسه. نختار كده الملف بالشكل دوت، كليك يمين نختار كوبي أو نسخ. بعد كده هنروح على المستندات أو دوكومنتس، هنختار فولدر كونامي. هنا زي ما انت شايف المجلد كده مش مهم الصورة، المهم يظهر عندك نفس الاسم اللي هو كونامي، نخش عليه نعمل كليك يمين بسط أو لصق بالشكل كده. تاني خطوة خلصت معانا. بعد كده ملف الريجستير 2 كليك عليه، بعد كده يس اوكي. هنروح للسيتنج بعد كده. تمام يا شباب، نستور بس تفتح عندك هنا دقة الشاشة ريزوليوشن 1920 في 1080 بتغيرها على حسب الشاشة بتاعتك وإمكانيات جهازك. جهازك مثلا مش كويس بتختار أول خيار، تمام لو ضعيف. متوسط بتختار تاني خيار، لو جهازك قوي أو كويس بتختار آخر خيار. من هنا بنختار الكيبورد ونبدأ نعرف الكيبورد بتاعنا الزراير اللي احنا عاوزينها أو حتى الدراع من هنا. وهنا بتبدأ تجرب كل الزراير وتظبطها واحدة واحدة لحد ما يبقى زي قدامك في الدراعات، زي ما موجود معاك على الدراع. نفس الزرار اللي هنا هو الزرار اللي بيظهر قدامك. هندوس اوكي وموافق. بعد كده نجرب اللعبة من بيس 6. نبدأ نخش على اللعبة كده يا شباب مع بعض. خطوات بسيطة جدا دي كده. أول حاجة خدناها مع بعض اللي هي طريقة التسطيب أو حتى تشغيل اللعبة. هنخش دلوقتي على الأطقم، بس قبل ما نخش على الأطقم طبعا بحب أقفل الموسيقى داخل اللعبة. نقفل البي جي ام فوليوم، نقفله خالص. بعد كده دوس اوكي. نبدأ يا شباب نخش هنا على الفرق أو الأطقم. طبعا الدوريات الموجودة داخل الباتش الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني والدوري الإيطالي. طبعا معظم الفرق المشهورة هتلاقيها جوه الباتش. طبعا في الدوري البرازيلي والدوري الأرجنتيني. أمريكا الجنوبية مسيطرة شوية برضه داخل الباتش عشان طبعا الباتش من أمريكا الجنوبية. فعندك معظم الفرق المشهورة هتلاقيها إن شاء الله موجودة عندك، زي ما أنت شايف الاتحاد والهلال والنصر، وعندك إنتر ميامي، وفي فرقة اسمها بلاستين أو فلسطين مثلا، مش عارف دي فرقة مثلا ولا منتخب. هنلعب بيها قصاد إنتر ميامي دلوقتي ونشوف برضه الأطقم بتاعتها. تمام، عندنا طبعا باريس والبايرن وكل الفرق هنشوف برضو الأطقم بتاعتها داخل اللعبة. تمام كده نجرب بلاستين قدام انتر ميامي. طبعا في الأطقم هنا أنا هبدأ أسرع الفيديو عشان أوريهم لك بشكل أسرع. طبعا لو انت ما شفتش الفيديو الموجود على القناة بتاع خفايا أسرار بيس فخليني أشرحه لك بشكل سريع. انت عندك السرعة اللي هي الار1 أو حتى طبعا الترقيم اللي هو ال1. من السرعة ببدأ أختار مثلا، بدل ما انت بتختار بالأسهم يمين وشمال بتختار طقمين بس، لا انت بالار1 تختار مثلا للفرقة اليمين اللي هي حاليا برشلونة مثلا، تختار لها طبعا كل الأطقم بتاعتها الموجودة، والناحية الشمال اللي هي ال1 لو موجود النصر قدامنا دلوقتي فبنختار كل الأطقم بتاعة النصر بالال1. وندوس على زرار طبعا الدايرة أو اللي بيرفع الكورة عشان نبدأ نجيب أطقم الحراس المرمى. وبنفس الكلام ندوس على الار1 عشان نجيب كل الأطقم بتاعة حراسة المرمى. والال1 طبعا بتاعة الناحية الشمال اللي هي حاليا أرسنال مثلا. فلو دوسنا على زرار الدايرة وبعد كده ال1 هنبدأ نجيب كل حراس المرمى أو كل الأطقم بتاعة حراسة المرمى. يبقى أنا عشان أجيب كل الأطقم أو كل الحاجات اللي موجودة قدام حضرتك دي، شايف أنت كذا إيه، كذا طقم موجود قدامك، فعشان توصل لهم بالار1 طبعا والال1. عشان اوصل لحراسة المرمى طبعا بدوس على زرار الدورية. طبعا انا وريتهم لك بس بشكل سريع عشان ما ناخدش من وقت الفيديو كتير ومبقاش وقت الفيديو طبعا وقت طويل جدا. ده اخر حاجة معانا اللي هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. خش بعد كده على الاوجه. طبعا هنا هوريك اشهر الفرق، مثلا نشوف برشلونة وريال مدريد، وبعد كده نشوف اشهر اللاعبين الموجودين في كل فرقة.
طبعا انت بتاخد النتيجة النهائية بعد ما بتقف، يعني كام ثانية كده بتاعت التحميل ديت ما لكش دعوة بيها، انت ليك مثلا اول ما تقف وتشوف الشكل بتاع اللعيب. طبعا في شغل عالي الصراحة داخل الباتش، ندي كل ذي حق حقه. هنا برضه هنخش نشوف مثلا وليكن انتر ميامي، نشوف ميسي، تمام، سواريز. هنا هنشوف كريستيانو وساديو ماني، هنا نيمار، بنزيما. طبعا يا شباب مش هننسى ابو صلاح، لويس دياز. نشوف بقى معظم الفرق كده، نشوف ايه خط الهجوم بس بشكل سريع طبعا. تمام تمام. ممكن نشوف باريس مثلا، هنشوف بايرن ميونخ، بعد كده بروسيا دورتموند يا شباب في بشكل سريع طبعا جدا، عشان نبدأ بعد كده نخش على التعليق طبعا والجيم بلاي. كده يعتبر خلصنا يا شباب الأوجه، نخش بقى على التعليق والجيم بلاي، يلا بينا. في هذه اللحظات وشوف صعب الهجمات المعاكسة، شوف صعب الهجمات المعاكسة، ضغطهم رهيب، ضغطهم رهيب. ولا لا يا بابا يا بابا، الله 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 الله، جول جول. غزو أرض جو، غزو بري وبحري في الكرة العالية وفي الكرة الأرضية، فاتت ومرت سلامات على دفاع كريني، حسين السيد، انطلاقة من هناك، شوف السرعة الفائقة. الكرة مرة ثانية في اتجاه يدخل في وسط، عنده الكرة الآن، محتفظ بالكرة من أمامه. غريبة كرة القدم، غريبة كرة القدم يفعلها عبس. يقول لصالح الأولى والثانية والجول واللعبة خطيرة. جول من المهاجمين اللي يسموه قلب هجوم صريح نتاع زمان يعني. هاي كرة رائعة، هاي كرة خطيرة، هاي كرة خطيرة. جول 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 جول. شوف تمريراته خطيرة، عنده الكرة يستلم ودخل يواصل راح يمر. اولالا 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 اولالا. كريستيانو رونالدو، اولالا يا بابا يا بابا، الله 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 الله، جول جول، الله اكبر، واي هدف، يا سلام. لا 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 ضاعت، ضيع الحظ ينادينا. ما زالت الخطورة مرة ثانية تروح من هنالك. هاي كرة جول، هاي كرة جول، هاي كرة جول، اوه خطير. إليا إليا إليا، يقول لصالح. هاي كرة رائعة، هاي كرة خطيرة، هاي كرة خطيرة. يا سلام، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. التغطية الدفاعية من هنالك. ريباس، هاي كرة جول، هاي كرة جول، هاي كرة جول، اوه جول 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 جول. ولحد هنا يا شباب يكون فيديو النهارده خلص، فاتمنى لو انت بتتابعنا على التيك توك تعمل فولو، طبعا لو بتتابعنا على اليوتيوب اول مره يا ريت تشترك في القناه وتسيب تحت تعليق يليق بيك، ما تنساش طبعا تضغط اللايك بتاعنا الجميل. وفي اخر الفيديو طبعا ما تنسانيش غير نقول لك صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما.